بص يا جماعه، انا عندي دلوقتي تمام. ده اول مشروع احنا هنعمله مع بعض HTML و CSS. تمام. المشروع هو بيجي لك كتصميم، اما هنا انا ما عنديش امكانيه ان انا اجيب لك تصميم وان احنا نطلع بروتوتايب ديفلوبر وكلام من ده. فالتصميم بتاعك احنا عايزين نقلد الشكل اللي قدامك ده. طيب، اول حاجه علشان تبدا تشتغل لازم انظم الاستراكشر بتاعي والفايلز بتاعتي، وابدا اكتب كلين كود وكود مانجمنت اللي احنا اتفقنا عليه. فاحنا تعالى احنا هنبدا نشتغل فين. احنا مثلا هنعمل البروجكت بتاعنا، أنا هعمل البروجكت تمام هنا على الديسكتوب. تمام، وتعالى نسميه HTML and CSS بروجكت مثلا. احنا اتفقنا ان انت ما ينفعش ان انت تعمل الكلام ده على الديسكتوب. تمام، بس اختصارا للوقت احنا هنعمله على الديسكتوب. وبعدين اجي من فايل اقول له نيو تكست فايل، ومن فايل اقول له تعالى اقول له فايل سيف از. تمام، هنشوف المكان بتاع البروجكت بتاعنا. انا حطيته على الديسكتوب، فاقول له ليه فين المشروع بتاعي اهو. تمام، وهنا هاجي اقول له الاندكس دوت اتش تي ام ال، ده الفايل بتاعنا. بعد كده هاجي اقول له اتش تي ام ال. تمام، وهنا هكتب في التايتل بتاعي اسم المشروع. اسم المشروع هنا ايه؟ لو جيت ابص اب ابكو. تمام، فتعالى ابكو كده. تمام، تعالى بقى نعمل فايل نيو تكست فايل، من فايل سيف از هنعمل فولدر لمين؟ فايل للسي اس اس. هطلع كده وهدخل على المشروع بتاعي، وهنا هعمل فولدر داخل المشروع للسي اس اس عشان احط فيه كل الفايلز الخاصه بالسي اس اس. هو هنا وهعمل هسميه اي اسم دوت سي اس اس. بعدين هنربط المشروع بتاعنا ده بمين؟ بالصفحه بتاعتنا عن طريق اللينك. وبعدين هاجي اقول له السي اس اس، هدخل جواها هلاقي فولدر اسمه المين دوت سي اس اس. كده انا ربطت الصفحتين بتوعي. تمام كده زي الفل. تعالى بقى نبدا في كتاب الكود. بص على التصميم بتاعك زي ما انت شايف كده. تمام، تعالى الاول هناخد اللوجو بتاعنا هنا واخد سيف ايمج كده، وبرده جوه ال HTML هنا هعمل فولدر لمين؟ هعمل فولدر للايمج نفسها، واظبط الاستراكشر بتاعي. عملت فولدر للايمج اهو، هدخل جواه هحط ليه الصور. كل حاجه احط فيها الايه الصور بتاعتي. يبقى فولدر للسي اس اس، فولدر للصور، والفولدرات اللي بره الخاصه بالاتش تي ام ال. ولو عندي جافا سكريبت لما نخش في الجافا سكريبت والبوت ستراب هنعمل برضو فولدرات. يبقى انا كده منظم الاستراكشر بتاعي. هنا مثلا هاخد الصوره دي كمان. تمام، وهنا هناخد دي ايكونز. تمام كده. تعالى بقى نبدا نشتغل. اول حاجه لو انت جيت تبص هنا، احنا اتفقنا في السيمانتك تاجز لما جينا شرحناها. تمام، قلنا ايه؟ قلنا انا عندي اول حاجه عندي الناف بار بتاعتي. تمام. طيب يبقى انا دلوقتي اول حاجه هاجي اعمل الناف، اعمل كومنت كده واقول له ستارت ناف. وهنا هاجي اقول له الناف السيمانتك تاجز. انا هنا ليه ما عملتش ديف كلاس الناف؟ لان احنا اتفقنا ان انا عندي سيمانتك تاجز في حاجه اسمها ناف، هي تخص شغل الهيدر، الاليمنت اللي فوق او الايتمز اللي فوق، فاسمها الناف. ما ينفعش ان انا اعمل ديف كلاس الناف او كده. طيب تعالى بص كده. عباره عن ايه؟ عباره عن اللوجو وعباره عن الايتمز بتاعتي. فانا هعمل ديف احط فيه اللوجو، وديف تاني احط فيه الايتمز بتاعتي. يبقى انا هنا هاجي اقول له ديف كلاس اللوجو، هقسمها وهقسم الناف بتاعتي لاثنين. وجوه هنا هحط الايمج سورس، هقول له الايمج سلاش، واحط اللوجو بتاعي لو سمحت. وهقول له الالت هنا اللوجو، احط الاتريبيوتس بتاعت الايمج. وهنا على اليمين هاجي اقول له ديف كلاس ولنفترض المنيو. تمام، جوه المنيو عباره عن يو ال، وجوه ال اي. تمام، اقول له فيها لينكات في 5 عناصر مثلا. لا تعالى هاجي اقول له ال اي مضروبه في 5 وجواها لينك. طيب هنا تعالى هنا، انا لسه ما اعرفش المسارات بتاعتي هتودينا على فين. اول عنصر عندي في ال اي اسمه ايه يا شباب؟ اسمه الهوم. تمام، ولنفترض الاباوت، واحط كل الايتمز بتاعتي دي، الفيتشر والسيرفيسز
يبقى انا هنا بدل الكلام ده هقول له فيتشر، وعندي هنا سيرفيسز، وعندي مين البرايسنج، وعندي هنا البيجز الصفحات، واخر واحده الكونتاكت. تمام كده. هنروح للمشروع بتاعنا بقى. انا حطيته على الديسكتوب والمشروع بتاعي، تعال نشغله بقى ونشوف اللي احنا بنعمله ده ايه بالظبط. اقول له اوبن ويز جوجل كروم. تمام كده، ادي المشروع بتاعي زي الفل. تعالى بقى نبدا في التصميم بتاعنا. انا كده خلصت ليه؟ خلصت الاستراكشر اهو بال HTML. هنبدا بقى في السي اس اس. اول حاجه انا عندي مين؟ انا عندي الناف، فانا هعمل كومنت هنا هقول له start CSS to the nav، علشان اللي يجي يشتغل ورايا يبقى عارف البدايه والنهايه فين. ادي الناف. بص كده على التصميم بتاعك. التصميم بتاعك ده الناف. الناف عباره عن هنا عن مين؟ عن ديف وهنا ديف، والاثنين في نفس المكان. فانا ممكن ادي هنا الناف بتاعتي الديسبلاي ايه؟ فليكس، علشان توزع العناصر في نفس الايه؟ في نفس المكان. فتعالى الاول هدي لها باك جراوند بس كده عشان نشوف مع بعض الشغل هيبقى عامل ازاي. واقول له ان الويتس بتاعها 100%، والهايت هنا هخليه مثلا اوتو. وتعالى نقول له ان الديسبلاي هنا فليكس. احنا بندي الديسبلاي لمين؟ للعنصر نفسه. زي ما انت شايف كده، شايف اللوجو والعناصر بتاعته جم فين؟ جم على نفس الايه؟ جنب بعض اهو. تعالى بقى نبدا نشتغل. هاجي اقول له الناف اللي فيها مين؟ اللي فيها اللوجو. مالها دي بقى؟ هاجي مثلا اديله، تمام. تعالى الاول هنا نخلي العناصر بتاعتنا الاين ايتمز ايه؟ سنتر في النص بالظبط. في النص. شايف كده؟ تمام. وبعدين تعالى نقول للوجو بقى. تعالى مثلا نقول له هنخلي اللوجو الويتس بتاعه ولنفترض 30% من ال 100%. يبقى المنيو فاضل فيها كام؟ فاضل فيها 70 اهو. تمام كده. وتعالى اقول له اللوجو هنا التكست الاين مثلا ايه؟ سنتر. وتعالى نقول للناف اللي جواها اللوجو اللي جواها الايمج، تمام. الماكس ويتس هنا 100%. يعني ايه الماكس ويتس؟ يعني ما تطلعيش بره الحجم الطبيعي بتاعك اللي هو 100%. ما تطلعيش نهائي. هو نفترض ان الصوره بتاعتك جايه لك الويتس بتاعها 300 في 300، وانت قلت له الماكس ويتس 100%، معناها ان انت اقصى حجم هتوصل له هو ال 300 بكسل، فما تزيديش عن ال 300. طب وبعدين هاجي هنا اقول له ادي الناف اللي جواها مين بقى؟ المنيو. تمام. انا لو جيت قلت له الويتس بتاعي 70%، هو اوريدي اصلا 70%. مش حاجه اتغيرت اهو. ليه؟ هو طرح ال 100% بتاعت الناف من ال 30 بتوع اللوجو، ساب لك ال 70. فانت حتى لو ما كتبتهاش مش هتفيدك بشيء. تمام كده؟ طيب تعالى هنا المنيو اللي جواها اليو ال. اليو ال بتاخد عندي بادنج باي ديفولت، فانا لازم الغي البادنج اللي باي ديفولت. قلت له البادنج زيرو. شايف الحته اللي كانت ماشيها. وبعد كده هاجي اقول له الناف اللي جواها المنيو اليو ال ال اي، اقول له الديسبلاي اونلاين بلوك خليهم في نفس السطر، جنب بعض في نفس السطر. شايف؟ جنب بعض في نفس السطر. تمام. في واحد هيقول لك ايه؟ انا ليه ما عملتهاش اونلاين؟ احنا اتفقنا بقى ان الاونلاين مش هيحترم الويتس والهايت بتوعك. يبقى انا هنا هقول له اللاين بلوك وهدي له، ولنفترض مارجن رايت. تمام. هقول له مثلا كام؟ 20 بكسل مثلا. تمام كده. تمام. ممكن نعمل في المنيو هنا نقول له تكست الاين سنتر. تعالى كده نروح نشوف. مفيش حاجه، هو هنا السنتر بتاعه. نتاكد تاني. تمام. فتعالى هنا هنقول له المارجن رايت ايه علشان يبدا. طب تعالى كده نجرب تاني وهنقول له
الويتس هاكد عليه ان الويتس 70% علشان يعرض وسط ال 70% بالظبط. فهنشوف هيتنفذ معايا. شايف اتنفذ معايا اهو. هو كان محتاج ان انت تاكد عليه ان هو حجمه 70% عشان يعرض لك في نص ال 70% بالظبط. فانا اضطريت ان انا ااكد عليه. طب لو انت مش عايزه سنتر، هو كده كده باي ديفولت كان واخد ال 70 زي ما احنا اتكلمنا. طيب تعالى بقى خد بالك من الترتيب. شوف انا كتبت ازاي. انا ما جيتش هنا كتبت الناف المنيو الويتس كذا، انا طلعت قبلها. ليه؟ علشان في يو ال وفي ال اي، وهنا اللي جواها المنيو اليو ال اي اللي جواها اللينك. لازم تراعي الترتيب. ده اسمه الورك فلو. انا هنا هاجي اقول له الكلر بتاعي باللون الابيض، ونفترض الفونت سايز هنا هنقول له 17 بكسل. شايف كده؟ طب تعالى هنا هاجي اقول له ايه؟ الليتر سبيسنج، لا هاجي اقول له مثلا التكست ديكوريشن، الكتابه اللي تحت الخط، فهقول له نون. كنترول اس كده. شايف؟ تعال نبص هنا، اول حرف ايه؟ اول حرف كابيتال. فهاجي اقول له الناف اللي جواها المنيو اليو ال اي، تمام، اللي جواها اللينك الفيرست ايه؟ الفيرست ليتر، صح؟ كابيتال فاسمها تكست، تمام، ترانسفورم ابر كيس. انا لل اي نفسها الفيرست ليتر، تمام كده، لل اي قلت له الكتابه بتاعتها ايه؟ ابر كيس. لو جيت تبص ان نوع الخط هنا مش زي نوع الخط اللي هنا، فتعالى نستخدم مين؟ جوجل فونتس كده. فهي اقول له جوجل فونتس، ادخل عليها كده وهنستخدم اي نوع ايه من جوجل. انا بحب، انت دخلت على الموقع ده كده، فانا بحب مثلا ايه، هسيرش هنا على نوع خط اسمه كاجوال اهو. ضغطت عليه وتعالى نشوف نوع الخط. انا هختار اللي هو الريجولار ده 400. هيظهر لي مين؟ هيظهر لي، تمام، تعالى هنشيل ده، هرموف اول. هيظهر لي التاجوال بتاعه اهو في في الجنب كده. ولو دي ما ظهرتش هتضغط هنا، هيقوم ظاهر لك هنا. طب ده فيها ايه؟ فيها اللينك اهو. انا مش عايز اللينك، انا هاخده امبورت. هضغط هنا على امبورت واخد الايه؟ الكود بتاعي كده. هاخد بس كلمه امبورت دي كده، واقوم كنترول سي، اروح واخدها فين بقى؟ واخدها هنا كده في ملف السي اس اس بتاعي. طيب وبعدين هاخد الفونت فاميلي هنا كده، كنترول سي، وتعالى هنا هاجي اقول له البودي، هنلغي المارجن وهنلغي اي بادنج باي ديفولت. وهقول له هنا الفونت فاميلي تاج، عشان يمشي لي ايه؟ الخط بتاعي على اي عنصر عندي. تمام كده. لو جينا نلاحظ كده هتلاقي ان مفيش هنا بادنج. فتعالى ندي بادنج كده للناف من فوق ومن تحت. هقول له بادنج من فوق ومن تحت 10 بكسل، ومن الشمال واليمين زيرو. ممكن انت تكبر بقى طبعا في البادنج بتاعك، او ممكن تدي هايت. تمام كده يا هندسه. تعالى بقى نعمل ايه؟ الكالر بتاعي، الكالر عامل زي اللون الموف. طب انا مش عايز، مش عارف الكالر. في اكستنشن هنا ممكن تسيرش عليها على جوجل اسمها كالر زيلا. هتسيرش بس كده. انا كده خلصنا جوجل. هتقول له ايه؟ كالر زيلا اكستنشن. شايف؟ وهتضيفها هتنزل لك هنا. تمام كده. تعالى بقى هعمل ايه؟ هقوم واخد هضغط عليها كده، تمام، واروح اقف على اي عنصر عندي. هيجيب لك درجات اللون بتاعته فوق في الشاشه، هتلاقيها بتتحرك هنا. فتعالى احنا عايزين اي لون. تمام كده. انا خدت اللون بتاعه اهو. اضغط عليه تاني واقول له الكالر بيكر اللي طلع اهو، جايب لك الهكسا والاتش اس ال والار جي بي بتوعه. تمام كده. وهقوم ايه؟ قايل له هنا بقى اللينك. انا كنت عامله باللون الابيض عشان اشوف، انا عايزه باللون ده. حط الهاشتاج بتاعه اهو يا شباب. وتعالى نرجعها بقى ايه، نشيل اللون ده. اقول له ايه؟ اللون الابيض. تمام كده. ممكن تكبر حجم الخط كمان شويه عن كده، هنقول له مثلا ايه؟ 18 بكسل.
وممكن كمان تعمل ايه، تعمل بادنج ومارجن اكتر من كده كمان. يعني احنا هنا ممكن ندي مارجن للعنصر نفسه، ماشي، من فوق ومن تحت. قول مثلا 5 بكسل و20 بكسل من اليمين والشمال. شايف كده؟ كده تمام، كده افضل شويه. تعالى بقى، انا لما بعمل هوفر كده على العنصر بتاعي، ايه اللي بيحصل؟ بيجي لك كده ايه، بوردر كده. فتعالى ممكن هنا اجي اقول له الناف اللي جواها المنيو اليو ال اي، لما اعمل عليها هوفر ايه اللي يحصل؟ هاجي اقول له ان البوردر بوتوم، اقول له 1 بكسل سوليد، نفس اللون اللي انا ايه اختاره. بس بيظهر مباشرة. فممكن انت تعمل ايه؟ ممكن نعمل ترانزيشن. ممكن نعمل ايه، ترانزيشن. تعالى نعمل كنترول اس كده كده. طيب، هنا مش شغال بالايه، بحته البوردر. فممكن يكون شغال بمين؟ احنا ممكن نعملها بالبوردر زي ما انت شايف كده، بس احنا هنا هنشتغل زيه. فانا هنا هو عامل لك ايه بقى؟ هو هنا عامل حاجه اسمها البيفور والافتر. البيفور والافتر. تعالى، احنا اتفقنا ان كل عنصر عندك ليه بيفور وافتر. طب ما تيجي نعمل حاجه زي كده. اول حاجه هقول له الناف اللي جواها المنيو اللي جواها اليو ال اي، تمام، ده العنصر بتاعي. فانا هنا هاجي اقول له البيفور بتاعه اهو. البيفور هنا عباره عن ايه؟ البوزيشن بتاعه، تمام، ابسوليوت، والكونتنت بتاعي هيبقى فاضي. احنا اتفقنا ان العنصر بتاعي لما يكون ابسوليوت لازم يكون ليه بيرنت. البيرنت مين؟ ال اي. فانا هروح لل اي اديله بوزيشن ايه؟ بوزيشن ريلاتيف. بس كده. وهنا تعالى نظبط البيفور. هقول له الباك جراوند كلر اللون اللي انا اخترته ده، وهديله ويتس ولنفترض 10 بكسل، وهديله هايت 10 بكسل. واتفقنا يا شباب ان احنا لما نشتغل بالبوزيشن بنعمل ايه في الدايركشن؟ بنقول له التوب كذا او البوتوم كذا. فانا هنا هقول له البوتوم هو بادئ من تحت زيرو، والليفت زيرو. تعالى كده نروح نشوف ايه اللي حصل. شايف؟ ده البيفور والافتر. احنا ممكن نعمل ايه دلوقتي؟ ممكن نكبر البوتوم ده. تعالى كده نضغط انسبكت، واروح على العنصر نفسه اللي هو ده. وتعالى هنا نشوف البوتوم. لو انا قللت سالب 12 بكسل مثلا، نزل تحت كده شويه. فتعالى هنا البوتوم هنا هخليه سالب 12 بكسل. والويتس والهايت، الهايت هنا هخليه 1 بكسل، وهنا هخليه 0 بكسل. وهقول لك ليه دلوقتي. انا لما اعمل بقى على ال اي بتاعتي افر، ايه اللي يحصل؟ هقول له البيفور اهو، مالها بقى؟ اقول له الويتس بتاعي 100%. الويتس 100%. تعالى كده نروح نشوف. مختفي. شايف؟ طب هو بيتحرك بسرعه، هندي ايه هنا؟ هندي ترانزيشن. فاحنا اتكلمنا في حته الانيميشن. اقول له ايز ان اوت مثلا. شايف كده؟ بس كده. طب انت هنا ماشي بطيء، قلل بقى السرعه بتاعته. وتعالى مثلا في الهايت لو مش عاجبك خليه 2 بكسل، خليه يكون عارض شويه اهو. هو اللون مش قريب من اللون قوي. ممكن نعمل ايه، لون تاني. ممكن ناخد ده كده فنجيب اي حاجه من الدرجات دي مثلا. اه، كده تمام. طيب ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه كده احنا خلصنا كده اول جزء عندك اهو. تمام، اللي هو مين؟ الهيدر، الناف بار، اسف. تمام. طيب تعالى نشتغل فين في الجزء اللي تحتاني ده. الجزء التحتاني ده احنا ممكن نعمله ايه بقى؟ هنيجي هنا نقول له
ان ذا نيف. وعندي هنا هقول له ستارت ذا مين. تعال نسمي السكشن اللي تحت ده الراب هيدر، واقول له هنا ان ذا مين ذا راب هيدر. وجوه هنا هعمل سكشن وهديله كلاس هقول له الراب هيدر. احنا اتفقنا ان احنا شغالين بالسيمانتك تاجز، كل حاجه لها حاجه. تمام. ادي الراب هيدر. ماله بقى الراب هيدر؟ تعالى نشوف الشكل بتاعنا كده متقسم ليه. متقسم لديف وادي ديف في الصوره وديف في التكست ده. يبقى انا هنا هقول له ديف كلاس تكست مثلا، وهنا اقول له div كلاس الهيدر ايمج مثلا. بس كده. تعالى نشوف هنا مكتوب ايه. هنا مكتوب زي عنصر كده هنا الاب لاندنج بيج. فانا هحط الكلام ده فين؟ في سبان، واقول له الاب لاندنج بيج. وتحت السبان عندي h2 اللي هي دي. بس هنا على فكره مفيش تكست. تمام. دي مكتبه انيميشن. هنا مفيش تكست، فتقريبا دي ماشي هنكتبها احنا بايدينا. get things done. هقول له get things done. تمام. with ايه up. تمام كده. وتحت هنا باراجراف هقول له لوريم ولنفترض 20 مثلا. وبعدين هنا يا شباب عندي هنا بطن، وعندي هنا برضو ايه بطن. هنيجي تحت هنا هقول له عندي بطن فيها داون لود، وعندي هنا بطن تمام فيها مين؟ فيها الايكون بتاعت البلاي بتاعت الفيديو. هنكتب بس كلمة بلاي دلوقتي. وجوه هنا اعمل ده اقول له هنا ايه الايمج سورس الايمج. وتعالى هنا نقول له ليه الكلام ده، واحط الالت بتاعتي. فهقول له الهيرو الهيدر ايمج مثلا. تعالى كده نروح نشوف زي ما انت شايف كده. ادى الهيكل بتاعك. عايزين نعمل ايه؟ عايزين بقى نبدا نوزع العناصر بتاعتي بناء على الشكل. اول حاجه عايز اعمل ايه؟ تعالى نشتغل على اول حاجه. هنعمل كومنت زي ما احنا اتفقنا start css to the rab header section. هنا هيقول له الراب ايه؟ الراب هيدر. ماله بقى الراب هيدر بتاعك؟ بص كده على المميزات بتاعته. مبدئيا هو عامل ايه؟ هو هنا تمام واخد الويتس بتاعه 100%، واخد هايت معين، واخد هايت مثلا لحد ليه الجزء اللي تحت ده. ومفيش اوفر فلو مثلا فين طالع، مفيش حته طالعه مثلا بره السكشن، مفيش اوفر فلو ظاهر، مفيش سكرول كلام من ده. وفي بادنج وفي مارجن وفي الحياه الثابته. تعالى كده نبدا نشتغل على الحياه الثابته اللي انت شفتها. اول حاجه هو واخد الويتس بتاعه 100%، وهاكد عليه اقول له الماكس ويتس بتاعك 100% برضه. والهايت انا هخليه اوتو على قده، وهقول له الاوفر فلو الغيها. فهقول له هيدن الغي لو عندك اي زيادات. طب وبعدين هاجي اقول له البادنج من فوق ومن تحت. انا عايز من فوق ومن تحت مثلا ولنفترض 25 بكسل من فوق ومن تحت، ومن اليمين والشمال زيرو. فاقول له ان التكست الاين خلاها ناحيه الشمال. تعالى كده نشوف اللي انا عملته. ما حصلش اي حاجه. هندي بس باك جراوند كده اهو علشان تشوف الايه الشكل بتاعك مظبوط ولا لا، وتشوف حصل ولا ما حصلش. وتعالى هقول له هنا اهو بس ان الكلر بتاعي باللون الابيض بس كده. ادي البادنج من فوق شغال، والبادنج من تحت شغال، والويتس 100%. تمام. وهنا مفيش مارجن اهو. فممكن تاكد عليه كمان تقول له ان المارجن توب زيرو.
هو باي ديفولت واخدها زيرو اهو، لازق في الناف بار بتاعتك على طول، وممكن تاكد عليه. تمام كده. تعالى بقى نشتغل. انت العنصرين بتوعه برضو قصاد بعض يا باشمهندس، هنعمل ايه؟ ممكن تيجي نعمل ايه؟ هقول له ان الديسبلاي بتاعي فليكس. لو عملت فليكس كده ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي حصل؟ كل واحده راحت فين؟ اتعرضوا جنب بعض، صح؟ طب ماشي، وبعدين؟ طب ما انا ممكن اعمل ايه دلوقتي تاني برضه هندسه؟ هل انا دلوقتي ممكن هنا اجي اقول له الراب هيدر اللي جواها الديف الهون، الديف ده والديف ده، فانا مش هنادي على كلاسات، انا هنادي على الديف بس كعنصر، واقول له الديسبلاي بتاعك اللاين بلوك، خليهم برضو على نفس السطر. تعالى كده نشوف هيديني نفس النتيجه ولا لا. قال لك ايه؟ قال لك لا، ده الراب هيدر. يبقى هنرجع نشتغل بطريقه مين؟ بطريقه الفليكس افضل، علشان الديفات مش واخده مقاسات. تمام. تعالى هنا، وبعدين هنا هاجي اقول له الالاين ايتمز هنا برضو فين؟ خليها في المنتصف. تمام كده. تعالى بقى نبدا نشتغل واحده واحده. هقول له ايه؟ هقول له الراب هيدر بتاعي اللي جواه مين؟ الديف اللي اسمه التكست اهو. الديف اللي اسمه التكست جواه ماله بقى؟ في سبان واتش 2 وباراجراف وبطن. فجواه هنا كده، فجواه سبان. السبان دي مكتوبه كابيتال، فالتكست الترانسفورم بتاعها ابر كيس، والفونت سايز بتاعها ولنفترض 16 بكسل او 16 بكسل ماشي. وهنقول له ان هي مارجن من فوق ومن تحت 10 بكسل من اليمين والشمال، عشان ما تبقاش لازقه فين؟ في اي حاجه. وتعالى نوزع العناصر بتاعتنا. الراب هيدر اللي فيها التكست هقول له انت الويتس بتاعك ولنفترض 50%. تمام كده. او تعالى نقول ان اي ديف جواه الويتس بتاعه 50%، يبقى ده 50% وده 50%. تعالى بقى، وهنا هنيجي نقول له البادنج ليفت ونفترض 20 بكسل مثلا. وابدا احرك الايه؟ البادنج بتاعي. لو انا جيت هنا قلت له 50 عشان الكتابه ما تلزقش ناحيه الايه؟ الشمال. شايف؟ هيبدا ايه؟ هيبدا يتحرك معايا، بس هو بيتحرك فين؟ بيتحرك في ال 50% بتوعه. تعالى بقى في السبان هنا خلاص، وهاجي هنا اقول له الراب هيدر اللي جواها التكست اللي جواها مين؟ ال H2. ال H2 يا شباب الكلر بتاعها هو نفس اللون اللي هو الموف ده تقريبا، واخد فون سايز ولنفترض هقول له 30 بكسل. تمام. واخد لاين هايت وهعرضه مثلا في 60 بكسل، يعني يتعرض في نص 60 بكسل. بص هنا، هنا حجم الخط كبير جدا، فتعالى نلغي بقى الايه؟ الباك جراوند دي هنسيبها زي ما هي كده، والكلر ده هنلغيه خالص. خلاص. تعالى بقى نشتغل على الطبيعي. ادي العنصر بتاعي، ادي الاب لاندنج، ودي حجم الخط هنا بتاعنا صغير وهنا كبير، فهنزود الحجم هنا. فهقول له هنا مثلا ولنفترض 50. نفس الكلام برضو. فممكن تيجي تقول له ايه؟ ولنفترض تعالى نقول له مثلا 65 بكسل. تمام كده. وتعالى هنا مثلا نقول له اللاين هايت هنا كام؟ 70 بكسل. تمام. لحد ما يبقى في مسافات زي دي. طيب انت هتيجي تقول لي انا هفضل اجرب لحد امتى؟ لا، التصميم بيجي لك. تمام. الكلام ده فيه الحجم بتاعه كذا، واللاين هايت بتاعه كذا، والفونت سايز كذا، والكلر كذا، فاحنا هنا بنجرب على اساس ان احنا نطلع لاقرب شكل.